طبعا انت مستني الفيديو ده ممكن ينقذك او انت تفكر ان دي مثلا احط لك الامتحان لا قدر الله. لا، احنا ما بنعملش كده يعني. بس يعني لو جت فكرة منهم عايزك تخرج من اللجنة تبقى تطبل لي. انا اركز لك على افكار مهمة جدا. انا شايف ان هو لازم يجيب لي مسألة منها. تعالى بينا نبدأ. وبرضه هعلمك في الفيديو ده شوية اختصارات كده عشان نتعلم ايه، ننجز بالكالكوليتر، نعمل حاجات بالكالكوليتر توفر علينا وقت، توفر علينا شوية وقت. حلو. اول فكره عندنا في الكالكولس، نبدا بجزء الكالكولس. الكالكولس يا صديقي دلوقتي انت معاك يا اما 9 يا اما 10 اسئله، منهم لازم يجي سؤال ديريفاتيف. اول نوع ولازم يجي في الامتحان بتاعك هو الامبليسيت ديريفاتيف. ديريفاتيف امبليسيت. يعني ايه امبليسيت؟ امبليسيت يعني يجيب لك الواي والاكس موجودين مع بعض. الواي والاكس، الواي مش موجوده في ناحيه لوحدها، يعني فانكشن زي دي واي ايكوال اكس سكوير، الواي في ناحيه لوحدها، لكن هنا انا جايب لك واي واكس مع بعض، واي واكس مخلوطين مع بعض. فبما ان الفانكشن امبليسيت، لما اجي اعمل ديريفاتيف ما تنساش انك كل مره بتعمل فيها ديريفاتيف هو يطلب منك الدي واي دي اكس مثلا، يطلب منك الفيرست ديريفاتيف او حتى السكند ديريفاتيف. ما تنساش كل مره تعمل فيها ديريفاتيف لحاجه فيها واي انك تحط مين؟ انك تحط دي واي دي اكس. دي اول فكره مهمه جدا. زي مين مثلا؟ عندي ايكويشن زي دي، ايكويشن زي دي عايز اجيب لها دي واي دي اكس، عايز اجيب الفيرست ديريفاتيف. فاعمل ديريفاتيف للواي باور 2، ديريفاتيف للواي باور 2 كقوانين 2 واي. بس ما تنساش انت عملت ديريفاتيف لواي فتقوم حاطط على طول مين؟ تقوم حاطط دي واي دي اكس. اوعى تنسى لانك بتعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت لمين؟ وذ ريسبكت الاكس. بلس ديريفاتيف الاكس سكوير هو 2 اكس بس، لان انا بعمل بالنسبه لاكس. وتخلي بالك من الشكل ده والنبي، 2 اكس واي او اكس اوف واي ده برودكت اوف 2 فانكشنز، يبقى على طول ده براكت براكت بلس براكت براكت. يعني نمسح دي دلوقتي، براكت براكت بلس براكت براكت. ركز كده معايا. حضرتك هتعتبر دايما لو في رقم مضروب فيهم اعتبر الاولاني كله هو نيجاتيف 2 اكس وده هو التاني اللي هو الواي. حلو. وركز معايا وانت بتعمل ديريفاتيف هتنزل الاولاني زي ما هو اللي هو نيجاتيف 2 اكس بالرقم اللي جنبه. في الديريفاتيف التاني ديريفاتيف الواي، الواي دي واي باور 1 الديريفاتيف بتاعها 1، بس وانس انك عملت ديريفاتيف لواي فتقوم حاطط دي واي دي اكس. تخلي بالك ارجوك كل مره اعمل فيها ديريفاتيف للواي احط دي واي دي اكس. واعكس نزل بقى التاني زي ما هو اللي هو الواي في الديريفاتيف الاولاني ديريفاتيف النيجاتيف 2 اكس كام؟ نيجاتيف 2 بس. كل ده بيساوي كام؟ اوعى تقول ان ده بيساوي 3. ها، انت لما بتعمل ديريفاتيف بتعمل ديريفاتيف يمين وشمال، اوعى تنسى تعمل ديريفاتيف يمين وشمال، فديريفاتيف 3 بزيرو. طيب هو هنا في بعض الاحيان بيطلب منك انك تجيب له الدي واي دي اكس في ناحيه لوحدها. يقول لك الدي واي دي اكس بتساوي مين من الانسرز؟ الدي واي دي اكس يا صديقي. فحضرتك عشان تقدر تجيب الدي واي دي اكس في ناحيه لوحدها لازم تمشي على الستبس اللي انا هقول لك عليها دي. امشي على الستبس دي يا صديقي. يبقى اولا تعمل ديريفاتيف، بس ما تنساش كل مره تعمل فيها ديريفاتيف للواي تحط دي واي دي اكس لانك بتعمل بالنسبه لاكس. اتنين، اول حاجه تخلي في جنب في الدي واي دي اكس اي حاجه فيها دي واي دي اكس خليها في جنب، ومن الجنب التاني من الايكوال خلي الحاجات اللي ما فيهاش دي واي دي اكس. دي الستيب التانيه هنمشي عليها. يلا يا باشا، هنا في دي واي دي اكس خلاص علم عليها كده وسيبها لي هنا. هنا في دي واي دي اكس وهنا كمان في دي واي دي اكس، يبقى نسيبهم هنا. اي حاجه ما فيهاش دي واي دي اكس زي ده وزي ده نوديهم الناحيه التانيه. يبقى نعمل علامه الايكوال. عندك 2 اكس تروح هناك نيجاتيف 2 اكس، عندك نيجاتيف 2 واي تروح هناك بوزيتيف 2 واي. حلو جميل. طب وهنا عندك 2 واي دي واي دي اكس وعندك نيجاتيف 2 اكس دي واي دي اكس. على طول بعد ما تخلي الدي واي دي اكس في جنب لوحدها، الخطوه رقم 3 دلوقتي يا صديقي هتروح واخدها ايه؟ واخدها كومن فاكتور. على طول تروح واخد الدي واي دي اكس لو هي موجوده في كذا ترم تاخدها كومن فاكتور. فانت عندك هي موجوده في الترمين دول، موجوده هنا وموجوده هنا، ده اللي اتبقى. فتاخد منهم دي واي دي اكس كومن فاكتور، تاخدها بره كده دي واي دي اكس اللي انا عايزها. يتبقى مين؟ يتبقى جوه 2 واي، ويتبقى هنا ايه؟ الكوفيشنت بتاع اللي هو نيجاتيف 2 اكس في براكت. كده انا خدتها كومن فاكتور. بعد كده اخلص من الحاجه اللي جنبها واديها هناك بالايه؟ بالديفايدر. هنخلص من الحاجه اللي جنبها يبقى دي واي دي اكس ايكوال كام يا صديقي؟ ايكوال نيجاتيف 2 اكس بلس 2 واي اوفر الكلام ده اللي هو 2 واي ماينس 2 اكس. انا عايزك بقى تخلي بالك من حاجه، ان اللي تحت ده هو اللي فوق بس انا مبدل اماكنهم. يبقى كده الدي واي دي اكس ب 1 على طول. دي فكره مهمه، ده بالصدفه انها ب 1، الاثنين قد بعض. بس خلي بالك
دايما حاول تبسط في الفراكشنز، دايما حاول تبسط في الفراكشنز. بمعنى يعني انت مثلا جيت تجيب الدي واي دي اكس في مساله ما، لقيت ان انت عندك مثلا مساله بيقول لحضرتك y ln x plus 3x square equal 4، عايز الدي واي دي اكس بنفس الاسلوب. انا عندي دي implicit function، اشمعنى الدي واي دي اكس او الواي مش في جنب لوحدها؟ يبقى لما تيجي تعمل ديريفاتيف تخلي بالك انك كل مره هتعمل ديريفاتيف لواي تحط دي واي دي اكس. يلا ده برودكت، يبقى تنزل الاول زي ما هو، في الديريفاتيف الثاني ديريفاتيف اللين اكس هو 1 على اكس، بلس الثاني زي ما هو اللي هو لين اكس في الديريفاتيف الاولاني اللي هو دي واي دي اكس. خلي بالك خلي بالك، كل ده انا بعمل ديريفاتيف للاولاني، ديريفاتيف 3 اكس سكوير يبقى بلس 6 اكس، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 0. ومن هنا هنمشي على الخطوات، قلنا نخلي كل حاجه فيها دي واي دي اكس في جنب، والناحيه الثانيه الحاجات اللي ما فيهاش دي واي دي اكس. يعني ده ما فيهوش دي واي دي اكس وده ما فيهوش دي واي دي اكس، ودوهم الناحيه الثانيه. يبقى عندك هناك ده يروح هناك بالنيجاتيف وده يروح هناك بالنيجاتيف، يبقى يتبقى لك دي واي دي اكس في لين اكس بيساوي مين؟ بيساوي ده كده كانه واي على اكس بس هيروح بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف واي على اكس، وده كده 6 اكس هتروح نيجاتيف 6 اكس. حلو، وتقوم قاسم على مين؟ قاسم على اللين موديها هناك، يبقى دي واي دي اكس كده انا قدرت اجيبها في ناحيه لوحدها بنيجاتيف واي على اكس ماينس 6 اكس اوفر لين اكس. صح؟ خلي بالك بقى ان انا بحب اعمل سمبليفاي، يعني الاكس اللي تحت دي مضايقاني، فاقوم انا ضارب الايكويشن كلها فوق وتحت في اكس. هضرب فوق وتحت في ايه؟ في اكس، عشان اكون ما غيرتش حاجه. عشان اكنسل الاكس اللي تحت دي، لما اضربها فوق وتحت في اكس، نيجاتيف واي على اكس لما تتضرب في اكس يتبقى نيجاتيف واي، نيجاتيف 6 اكس لما تتضرب في اكس تبقى نيجاتيف 6 اكس سكوير، وتحت عندك اكس لين اكس. يبقى انت كده جبت له الدي واي دي اكس بشكل صحيح. اتفقنا؟ يبقى هنمشي على الخطوات ده، هتعمل ديريفاتيف وكل مره تعمل ديريفاتيف للواي تحط دي واي دي اكس، وبعد كده تخلي جنب فيه دي واي دي اكس والناحيه الثانيه الحاجات اللي ما فيهاش دي واي دي اكس، وبعد كده لو متكرره تاخدها كومان فاكتور وتودي الحاجه اللي جنبها بالديفايد. مثال زي ده انا هنقله لك تحت هنا، ركز كده معايا. مثال زي ده مهم، ديريفاتيف الاي، مش عايز اقول لك ديريفاتيف الاي خطير قوي، هتلاقيه بكره في الامتحان، لازم يجيب لك ديريفاتيف للاكسبوننشال لازم. طيب اي باور واي، تفتكر لما اجي اعمل لها ديريفاتيف اي باور واي انا بعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت لمين؟ ديريفاتيف وذ ريسبكت للاكس. فلما اعمل ديريفاتيف للاي باور واي، الاي كده كده بنزلها زي ما هي اي باور واي في ديريفاتيف الباور بتاعها. ديريفاتيف الاي باور واي هو دي واي دي اكس، سوري ديريفاتيف الواي اللي هو الباور بتاعها دي واي دي اكس. حلو، المفروض اضرب في لين البيز، بس لين البيز او لين اي ب1 ايكوال، نعمل بقى ديريفاتيف يمين 2x سكوير الديريفاتيف بتاعها 4x ماينس 3y، فالديريفاتيف بتاعها يبقى ماينس 3 دي واي دي اكس. كل مره نعمل ديريفاتيف للواي نحط دي واي دي اكس. الخطوه اللي بعد كده نعمل ايه؟ نجمع الدي واي دي اكس في جنب، الجنب ده في دي واي دي اكس وده في دي واي دي اكس، نقوم موديين ده هناك بعكس الاشاره، فيبقى عندك اي باور واي مضروبه في دي واي دي اكس، انا اسف مضروبه في دي واي دي اكس، والنيجاتيف 3 دي واي دي اكس تروح هناك بوزيتيف 3 دي واي دي اكس. كل ده بيساوي كام يا صديقي؟ كل ده بيساوي 4 اكس. خلاص جمعتها في جنب، تقوم واخدها كومان فاكتور، عندك هنا ايه؟ دي واي دي اكس ودي واي دي اكس، هناخدها كومان فاكتور يبقى دي واي دي اكس مضروبه في مين؟ مضروبه هنا يتبقى اي باور واي، لما بتاخد كومان فاكتور بتعمل ديفايدد بلس، هنا يتبقى 3. كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي 4 اكس، وتقوم حضرتك مودي ده هناك بعكس الاشاره توديه هناك بالديفايدد، هيبقى دي واي دي اكس بتساوي مين؟ بتساوي 4 اكس على اي باور واي بلس 3. خلي بالك انك ممكن ما تلاقيش الكلام ده في الاجابات، فترجع لاصل السؤال. اصل السؤال كان اصلا بيقول لك ايه؟ اي باور واي دي اصلا بتساوي مين؟ بتساوي 2 اكس سكوير ماينس 3 واي، فما تلاقيهاش كده، تلاقيها عباره عن 4 اكس على، يقوم هو شايل لك الاي باور واي وحاطط لك اصل السؤال كانت كام؟ 2 اكس سكوير ماينس 3 واي وفي هنا بلس 3، يطلع هي دي الاجابه بتاعتك، هو ده الدي واي دي اكس. يعني هو ممكن بعد ما يجيب الديريفاتيف يقوم عامل سبستيتيوشن بحاجه من الايكويشن الاساسيه. دي اول فكره ومن اهم افكار الديريفاتيفز عندنا. ثاني فكره عندنا في الديريفاتيفز هي فكره البارامتريك فانكشن. البارامتريك فانكشن فكره مهمه جدا، لما يطلب منك ديريفاتيف حاجه بالنسبه لحاجه وهو مش رابطهم ببعض، دي حاجه مهمه جدا كده، تحدد على طول انها كده بارامتريك. انا عايز ديريفاتيف الواي بالنسبه لاكس
واصلا الواي والاكس مش مربوطين في علاقه. زي كده اقول لك الواي بتساوي تي سكوير ماينس 3 تي والاكس بتساوي تي سكوير. زي كده برضو واي بتساوي ساين 2 زد والزد بتساوي اكس سكوير، واطلب منك في الحالتين الدي واي دي اكس. هنا الواي والاكس مش مربوطين دايركت، دول مربوطين بدلاله التي، تبقى دي بارامتريك. هنا برضو الواي والاكس مش مربوطين، دول مربوطين بدلاله الزد. خلي بالك بقى نوعيه المسائل دي حاجه من الاثنين، يا اما حضرتك تعرف تربطهم، تحاول تربطهم دايركت، ولو ما عرفتش يبقى على طول لازم تستخدم يا اما التشين رول يا اما المعامل التفاضلي اللي هو الديفرنشال فاكتور. وخلي بالك ان التشين رول والديفرنشال فاكتور بجيب بيهم الفيرست ديريفاتيف بس، الفيرست ديريفاتيف بس، ما تروحش تكمل وتجيب السكند ديريفاتيف بيهم، لازم تجيبه مانيوال. يبقى الطريقه الاولى ان انا احاول اربطهم زي المثال ده. هنا مثلا المثال ده واي بتساوي ساين 2 زد وزد بتساوي اكس سكوير. يا باشا طب ما انا ممكن اعوض عن الزد دي، اشيل الزد واحط مين؟ اكس سكوير، فتبقى الواي بتساوي ساين 2 اكس سكوير. فهنا مش هضطر اعمل حاجه، هنا مش هضطر لا استخدم لا تشين رول ولا حاجه، لان انا كده قدرت اربطهم. فده الطريق الاول، انك الاول تحاول تربطهم. طب ما عرفتش يبقى تشتغل هنا بارامتريك. طالما بارامتريك يبقى لازم استخدم يا تشين رول يا ديفرنشال فاكتور. هنا مثلا لو هجيب الدي واي دي اكس كده خلاص مش محتاج حاجه، هجيب ديريفاتيف الواي. ديريفاتيف الواي بكام؟ هي ساين 2 اكس سكوير. فالديريفاتيف الساين ما تنساش ان هو كوساين، ومفيش قوه في العالم تغير الانجل، بس ما تنساش تضرب في ديريفاتيف الانجل وحطه على الشمال اشك، يبقى 4 اكس هنا. ده كده انا جبت له الدي واي دي اكس اللي هو عايزه. لكن تعالى هنا شكل زي ده انا عايز الدي واي دي اكس، فهستخدم يا اما تشين رول يا اما معامل تفاضلي. المعامل التفاضلي اسهل طبعا، بس ان لقيت الواي والاكس كل واحده فيهم في جنب لوحدها استخدم معامل تفاضلي على طول. يعني لما تبقى الواي في جنب لوحدها والاكس في جنب لوحدها وانت عايز دي واي اوفر دي اكس يبقى استخدم معامل تفاضلي. غير كده يفضل انك تستخدم تشين رول. طيب معامل تفاضلي بتقول لك اعمل ديريفاتيف للواي وحطها فوق وديريفاتيف للاكس وحطها تحت. ديريفاتيف للواي فانا هعمل ديريفاتيف للكلام ده يبقى 2 تي ماينس 3، وديريفاتيف للاكس ديريفاتيف للكلام ده يبقى 2 تي. حلو. طيب انا كده جبت له الفيرست ديريفاتيف. هو ممكن يرخم ويطلب السكند ديريفاتيف، وخلي بالك بقى، ما بالك بقى لو رخم. ركز معايا، انا كده جبت له الفيرست ديريفاتيف، بس لو سمحت قبل ما تجيب السكند ديريفاتيف بسط. طالما اللي تحت 1 ترم اوعى تنسى، طالما اللي تحت 1 ترم وزع اللي فوق على اللي تحت. 2 تي على 2 تي ب 1، نيجاتيف 3 على 2 تي بنيجاتيف 3 اوفر 2 تي. حلو. قبل ما اعمل ديريفاتيف طالما انا عندي تي تحت، انا من حقي دلوقتي اطلعها فوق بنيجاتيف الباور. يبقى كده يا باشا الدي واي دي اكس بتساوي كام؟ بتساوي 1 ماينس 3 اوفر 2 تي باور كام؟ تي باور نيجاتيف 1. واقدر دلوقتي اعمل ديريفاتيف بكل سهوله بدل ما كنت هعمل ديريفاتيف از فراكشن هنا. يلا هو عايز مين؟ السكند ديريفاتيف. افتكر تذكر ان في السكند ديريفاتيف هتحط دي حاجه دي اكس، هتحط دي حاجه دي اكس، اوعى تنساها والنبي. يلا احنا هنجيب السكند ديريفاتيف للواي، يبقى هنجيب الدي 2 واي دي اكس 2. لازم اروح للفيرست ديريفاتيف واعمل له ديريفاتيف. يلا 1 ماينس 3 اوفر 2 تي باور نيجاتيف 1. ديريفاتيف ال1 بزيرو، نيجاتيف 3 اوفر 2 هتتضرب، هنزل النيجاتيف 1 تتضرب هنا تبقى بوزيتيف 3 اوفر 2 ونقص من الباور 1 تبقى تي باور نيجاتيف 2. اكتب الكلام ده على الكالكوليتور، نقص على الكالكوليتور وزود على الكالكوليتور. احنا في غنى ان احنا نغلط في غباء زي ده في الامتحان. طيب دي اكس 2 طبعا. طيب بس حضرتك لو سبتها كده دي الغلطه اللي دايما بتقع فيها. ابوس ايدك انت بتعمل ديريفاتيف للتي، مش هقعد اقول لك مدى الحياه، بتعمل ديريفاتيف للتي بالنسبه لاكس فلازم تضرب في دي تي دي اكس، لازم تضرب في دي تي دي اكس. بتعمل ديريفاتيف لزد بالنسبه لواي فلازم تضرب في دي زد دي واي على طول. اوعى تنسى الكلام ده بقى. خلاص نطلع فوق. انا عايز اجيب الدي تي دي اكس مقلوب الدي اكس دي تي، مقلوب الدي اكس دي تي. او اقول لك على حاجه حلوه، دايما روح خد الدينومينيتور بتاع الفيرست ديريفاتيف، هتلاقي ان دايما الدي تي دي اكس اللي انت عايزها هي الدينومينيتور بتاع الفيرست ديريفاتيف، يعني 1 اوفر 2 تي على طول. او ممكن انا اجيب ديريفاتيف الاكس من فوق هنا واستخدمها انا لوحدي. على البارامتريك مثال تاني على البارامتريك عشان تتاكد منها. y equal function في z، x equal function في z، طلبت منك الدي واي دي اكس،
هتبص تلاقي الواي والاكس مش مربوطين ببعض بشكل دايركت، يبقى على طول يا تحاول تربطهم دايركت يا اما تستخدم التشين رول، يا المعامل التفاضلي، تبقى دي بارامترك بدون تفكير. هنا طبعا مش هعرف اربطهم دايركت، يبقى اجيب الدي واي اوفر الدي اكس، ديريفاتيف للواي فوق وديريفاتيف للاكس تحت. ديريفاتيف للواي، الواي بتساوي لين زد، هو ديريفاتيف للين زد ايه؟ ديريفاتيف اللين ما تنساهوش ديريفاتيف الحاجه اللي جوه على الحاجه اللي جوه، يعني 1 اوفر زد اوفر ديريفاتيف الاكس تحت، ديريفاتيف الاكس تحت هعمل ديريفاتيف للاكس تبقى 2 زد. يلا طبعا تحت اللي فوق بينزل تحت، يبقى الدي واي دي اكس بتساوي 1 اوفر 2 زد في زد بتزد باور 2. ده كده مين؟ ده الفيرست ديريفاتيف. طبعا لو عندي زد تحت ممكن ارفعها فوق بنيجاتيف الباور، تبقى 1 اوفر 2 زد باور نيجاتيف 2. يلا يا باشا نكمل ونجيب مين؟ نجيب السكند ديريفاتيف الدي 2 واي دي اكس 2. عمرك ما تعرف تجيب السكند ديريفاتيف الا لو كنت جبت انت الفيرست ديريفاتيف الاول. وارجوك ما تروحش تعمل ديريفاتيف للواي مرتين وللزد مرتين وتقسمهم على بعض، ده اسمه قرف. اوعى تعمل كده، هات السكند ديريفاتيف من الفيرست ديريفاتيف. يلا نعمل للفيرست ديريفاتيف ديريفاتيف ده ايه؟ دي واي على دي اكس هيبقى دي 2 واي دي اكس 2 ايكوال. يلا ديريفاتيف للكلام ده، عشان كده انا عملت سمبليفاي قبل الديريفاتيف. يلا ديريفاتيف للكلام ده، نزل النيجاتيف 2 تتضرب في الهاف تبقى نيجاتيف 1 في زد باور كام؟ زد باور نيجاتيف 3. تقف لحد هنا تخسر كتير قوي وتخسر درجات بالعبيط. ليه؟ لان انت هنا عملت ديريفاتيف لزد. قلت لك افتكر دايما في السكند ديريفاتيف في دي حاجه دي اكس، انت هنا عملت ديريفاتيف للزد بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس، فلازم تحط مين؟ تحط دي زد دي اكس. لازم تحط مين؟ تحط دي زد دي اكس. دي زد دي اكس دي منسيه مظلومه في السكند ديريفاتيف. انا بفكرك بيها اهي، مظلومه هتنساها بكره في الامتحان وهتجيلي هتخانق معاك. طيب دي زد دي اكس اجيبها منين؟ دايما ارجع بقى للفانكشن الاصليه. دي زد دي اكس هي مقلوب الدي اكس دي زد، فهعمل ديريفاتيف للاكس هتبقى ايه؟ 2 زد. دي كده دي زد دي الاكس دي زد دي كده 2 اكس. لا انا عايز دي زد دي اكس يبقى مقلوبها، يبقى 1 اوفر، شيلها واحط 1 اوفر 2 زد. وشوف بقى هو هيطلب منك تضرب ده في ده، هيطلب منك تعوض بالزد بكام. دي تاني فكره. طيب تعالى الفكره كمان، هو انا ممكن اعمل ديريفاتيف بالكالكوليتور؟ اه ممكن، بس هشرط عليك شرط، ما تستخدمش الطريقه القذره دي، احنا مضطرين بقى عشان احنا عندنا امتحان بكره، ما تستخدمش الطريقه دي الا لو الواي في جنب لوحدها وانا طلبت منك الديريفاتيف بتاع واي بالنسبه لاكس. لو الواي في جنب لوحدها بتساوي حاجه فيها اكس استخدم طريقه الديريفاتيف بالكالكوليتور، غير كده هتغلط. انا بقول لك اهو ماشي. ما نستخدم الطريقه دي لما تكون الواي في جنب لوحدها ولا عليها حاجه بالباور ولا هي اصلا موجوده في الباور، يعني اي باور واي كده ما ينفعش تستخدمها، لازم تكون الواي في جنب لوحدها. طيب اعمل ديريفاتيف ازاي؟ هروح حضرتك جايب الكالكوليتور، يلا هجيب الكالكوليتور اهي قصادي. هعمل ايه؟ هدوس له، شايف علامه الديفينيت انتجريشن؟ هدوس شيفت علامه الديفينيت انتجريشن دي هيقول لي دي اكس. اكتب جوه هنا الفانكشن بتاعتي، اكتب الواي نفسها اللي هي قدامي هنا كام؟ اي باور 2 اكس. ادوس شيفت اي باور 2 اكس، شيفت اي باور 2 اكس بلس 3 اكس سكوير بلس 3 اكس سكوير. اعمل ديريفاتيف، اقول له عوض عن الاكس بكام؟ هو دي طبعا مش هعرف اعملها غير لو هعوض عن الاكس، ماشي؟ او في بعض الاحيان ممكن انت تجرب الاجابات بانك تعوض باكس معينه. هقول لك دلوقتي هو بيقول لي ايه، هو لازم اعوض في الديريفاتيف. يبقى انا هنا هو بيقول لي هات لي الدي واي دي اكس لما الاكس تكون بكام؟ لما الاكس تكون ب 2. فانا كتبت له الفانكشن جوه كده وهو بيقول لي اعوض على الاكس بكام بره؟ اعوض على الاكس ب 2 ودوس ايكوال، هديني 121.196. يبقى كده الدي واي دي اكس خلاص بكام؟ 191.26. طبعا ده عشان انا مألف السؤال. طيب مثال زي ده لما تكون تريج، لو انت عايز تعمل اي حاجه على الكالكوليتر وهي تريج لازم الكالكوليتر تكون بالراديان، بس ما تنساش تبقى ترجعها ديجري عشان ما تغلطش في بقيه الامتحان. لو عايز تعمل اي حاجه على الكالكوليتر وهي بالتريج لازم تبقى راديان. فاولا هنحولها راديان ونتعلم ازاي نحولها راديان لديجري. بص طالما مكتوب لك فوق حرف دي كده، طالما مكتوب دي كده فوق يبقى دي ديجري. بص هدوس شيفت مود، في عندك رقم 4 راديان ورقم 3 ديجري. رقم 4 راديان خلاص حولتها راديان، اتكتب لك فوق ايه؟ اتكتب لك فوق ار اهي، يبقى كده هي بالراديان.
ما تنساش ترجعها ديجري بعد ما تخلص. طيب عايز اعمل ديريفاتيف لحاجه زي دي برضو، شيفت ديريفاتيف هنا، شيفت ديفينيت انتجريشن، واكتب الفانكشن جوه. الكوتان ملهاش زرار عندنا، مفيش زرار للكوتان، بس انا عارف ان الكوتان هي ايه؟ 1 اوفر 10، 1 اوفر 10، ودي كوتان باور 2، سوري 1 اوفر 10 اكس، ودي كوتان باور 2، يبقى لازم تحطها في براكت وتحط عليها باور كام؟ باور 2. كده انا كاتب كوتان. طب لو عايز اكتب كوسيك، افتكر معايا الكوسيك اكس هي 1 اوفر ساين، والسك اكس هي 1 اوفر كوساين. اتفقنا؟ اتفقنا يا باشا. طيب يلا اعمل ايه؟ دي كده كوتان باور 2 بلس ايه؟ بلس 3 اكس، بلس 3 اكس. هو عايز في الاخر يعوض عن الاكس بكام؟ بباي اوفر 4. خلاص يبقى اقول له لما تكون الاكس باي اوفر 4 اعمل ديريفاتيف، هيديني نيجاتيف 1 على طول. يبقى كده الديريفاتيف او الدي واي دي اكس عند الاكس باي اوفر 4 بكام؟ بنيجاتيف 1. اتفقنا. يبقى قدرنا نحسب ديريفاتيف على الكالكوليتور. طيب بص يا سيدي هقول لك على حاجه. لو هو جايب لي مثال زي ده، بيقول لي y ايكوال ساين باور 2x وعايز دي واي دي اكس، انا الاجابه بتاعت السؤال ده هي ايه؟ ان الدي واي دي اكس بيساوي ساين 2x. طيب جميل. انا عايز استخدم الكالكوليتور واطلع الاجابه دي. هروح حضرتك بكل بساطه كاتب نفس الكلام، عامل نفس الحوار. هعمل ايه؟ هقول له شيفت ديريفاتيف، بس لازم طبعا عشان هي تريك تحولها لراديان. شيفت ديريفاتيف، واكتب جوه ساين باور 2، ساين اكس اول باور 2 جوه براكت كده، واكتب عليه باور 2. وعوض انت برقم، اختار رقم انت تعوض بيه. اختار مثلا لما الاكس طالما دي بقى ساين وكوساين وكده، اختار انجل، اختار ديجري، باي اوفر 3 مثلا، باي اوفر 3. لما احسب ده اقول له احسب، هديني 0.866. يبقى انا لما حسبت الديريفاتيف دي عند الاكس بكام؟ بباي اوفر 3، اداني كام؟ اداني 0.866. اجرب بقى اروح اعوض بنفس الاجابه دي او اعوض بنفس الاكس دي في الاختيارات الاربعه اللي هيطلع لي نفس الرقم، يبقى هو ده الاجابه الصحيحه. فاروح اعوض في الايه على طول. بص الايه اهي، بص بقى لو انت سايبها راديان هتعوض غلط، عشان كده حولها ديجري بقى. بعد ما عملت ديريفاتيف حولها ديجري، دوس شيفت مود برضو واختار رقم 3 تبقى ديجري. حلو. واعمل ايه؟ ساين 2 اكس، ساين 2 في مين؟ في باي اوفر 3. باي اوفر 3 طالما بعوض جوه يبقى 180 اوفر 3. حلو. خلي بالك ساين 2 اكس ودوس ايكوال، اداني كام؟ 0.866. يبقى دي هي 0.866. يبقى كده برضه انا قدرت احسب الديريفاتيف بتاعها بالرغم من ان هو ما رضيش او ما قاليش اعوض برقم. يبقى اعمل ديريفاتيف عادي واخليه يعوض برقم، وجرب الاختيارات عوض فيها بنفس الرقم بنفس الاكس اللي يطلع لك نفس الرقم. يبقى انت كده هي دي الاجابه. اتفقنا؟ اتفقنا. بنفس المبدأ هل ينفع اعمل برضو انتجريشن بالكالكوليتور؟ اقول لك على حاجه. انت عندك حل من الاتنين، يا اما تعمل ديريفاتيف للاجابات وتشوف لما تعمل ديريفاتيف للاجابات مين يديك نفس الفانكشن تاني، يا اما تعمل ديريفاتيف للاجابات على الكالكوليتور. بص يا سيدي هنعمل ايه. مره هنعوض في الانتجريشن نفسه، هنعوض في الحاجه اللي جوه الانتجريشن برقم، هنكتب الحاجه اللي جوه الانتجريشن بس من غير ما نعمل لها ديريفاتيف، هنكتبها ونعوض فيها برقم. ومره هنمسك الاجابات كلها نعمل لها ديريفاتيف ونعوض فيها بنفس الرقم، لازم يطلعوا نفس الاجابه. بمعنى الاجابه بتاعت السؤال ده هي بي. حلو. فانا عايز اعمل ايه؟ الاول اعوض برقم في الانتجريشن نفسه، اعوض برقم في الحاجه اللي جوه الانتجريشن نفسه. فهمسك مثلا ادي الكالكوليتور اهي، همسك الرقم اللي جوه الانتجريشن ده اكتبه زي ما هو بس من غير علامه الديريفاتيف. يبقى اللي جوه الانتجريشن ما بيتكتبش بعلامه الديريفاتيف. اكس في مين؟ في اكس سكوير ماينس 5 اول باور كام؟ سوري اكس سكوير ماينس 3 اول باور 5. حلو. طيب ودوس كالك، شاف علامه الكالك دي؟ دوس كالك، اختار اي اكس تعوض بيها. هختار له اكس يا عم بنيجاتيف 1 واعوض بيها، اقول له ايكوال هيديني 32. يبقى انا لما عوضت جوه هنا اللي جوه الانتجريشن بالاكس بنيجاتيف 1 اداني كام؟ اداني 32. لازم بقى اروح اعمل ديريفاتيف للاجابات كلها واعوض فيها بالاكس بنيجاتيف 1 اللي هيديني ال 32، يبقى هو دي الاجابه الصحيحه. يلا بينا يا باشا نعمل ديريفاتيف. يبقى في الاجابات بعمل ديريفاتيف اهو، ادوس شيفت ديريفاتيف، اكتب الفانكشن 1 اوفر 10 في مين؟ في
اكس سكوير، انا عارف انها بي بس بجرب لك الايه عشان اثبت لك او اوريك انها مش هتطلع نفس الاجابه. 1 اوفر 10 اكس باور 2 ماينس 3 اول باور 6، وبعمل ديريفاتيف للكلام ده عند اكس بكام؟ عند اكس بنيجاتيف 1، ودوس ايكوال، اداني 38.4 مش 32. خلاص اجرب بقى الاجابه الصح اللي هي بي، اللي هي اصلا 1 اوفر 12. حلو، اكس باور 2 ماينس 3 اول باور كام؟ اول باور 6، واعوض عن الاكس بكام؟ اقعد على الاكس بنيجاتيف 1، ادوس ايكوال هيديني 32. يبقى دي طلعت لي 32، ودي لما عوضت فيها بس من غير ديريفاتيف، هنا من غير ديريفاتيف، الاجابات هي اللي بعمل علامه الديريفاتيف على الكالكوليتر. دي طلعت لي 32، دي طلعت لي 32، يبقى الانسر بي. انت بتعمل كده عشان تتشيك بيها. طيب تعال نكمل. في الكالكولاس يا صديقي احنا عندنا المشكله ان احنا عندنا شويه قوانين كتير المفروض نبقى حافظينهم قبل ما نخش اللجنه. فانا هركز لك على اهم قوانين. اولا في قوانين الاشكال الاريا اللي انا شايفهم يعني مهمين، قوانين الاريا وقوانين الفوليوم، وهركز لك على اهم القوانين في التريج. حلو، ركز كده معايا. بص يا سيدي، اهم الاشكال اللي انا عايز اركز لك عليهم هم الاشكال دي. اولا الاريا، لو هنتكلم على التراينجل انت عارف اشهر قانون ليه ان الاريا بتساوي هاف البيز في الهايت، ده ان كيس ان هو رايت انجل تراينجل، او ان كيس ان انا معايا البيز والهايت. حلو، هاف البيز في الهايت. لكن في قانون مهم جدا بننساه، ان اريا التراينجل هي هاف اضرب اي سايدين جنب بعض في بعض، هاف اكس في واي واضربهم في ساين الانجل اللي ما بينهم، في ساين الثيتا اللي ما بينهم. دي من اهم القوانين بتاعت الايه؟ بتاعت التراينجل. ولو هو ايكولاترال، لو هو ايكولاترال تراينجل فالقانون ده ينطبق عليه ان الاريا بتاعته بروت 3 اوفر 4، السايد لينس بتاعه سكوير، هما كلهم قد بعض، ال سكوير او اكس سكوير. حلو، ده لو هو ايكولاترال بس. طيب اريا السيكتور، اريا السيكتور يا صديقي هي دايما هاف ار في ال، خليك فاكرها، هاف ار في ال او هاف ار سكوير سيتا راد. ال هو مين؟ الطول ده. لكن البريمتر محيط السيكتور ادي عندك ار وار وال، يبقى 2 ار بلس ال. ماشي، يبقى اريا السيكتور خلي بالك بنص ار ال، لكن البريمتر بتاعه 2 ار بلس ال. لكن السيركل عايزك تفرق بقى ما بين السيركل والسفير، خلي بالك بيحب يلعب على الحته دي. اريا السيركل يا صديقي هي باي ار سكوير، لكن اريا السفير هي 4 باي ار سكوير. لو دايره بس باي ار سكوير، لكن لو سفير 4 باي ار سكوير. سيركمفرنس السيركل اللي هو المحيط بتاعها، المحيط بتاع السيركمفرنس بتاع السيركل او البريمتر بتاع السيركل، بس احنا بنسميه سيركمفرنس 2 باي ار. ماشي، طيب جميل، دي من اهم الاشكال في الاريا. طب في الفوليوم ركز معايا كده، من اهم الاشكال اللي انا عايزك تحفظ الفوليوم بتاعها هو اولا السلندر، السلندر اللي هو الاسطوانه، وثانيا الكون اللي هو القرطاس، وثالثا الكيوبويد. الكيوبويد والكيوب هنعتبره كيوبويد بس الاطوال كلها قد بعض. طيب بالنسبه للسلندر هي دايما البيز اريا اضرب البيز اريا في الهايت، البيز اريا باي ار سكوير عشان دي دايره، في الهايت اتش، ده فوليوم السلندر. طب الكون 1 اوفر 3 في البيز اريا، البيز اريا هنا على شكل سيركل، 1 اوفر 3 باي ار سكوير في الاتش. خلي بالك الكون عشان فيه سن نحط 1 اوفر 3، لكن السلندر ما فيهوش سن من غير 1 اوفر 3. طيب الكيوبويد دايما الفوليوم لينس في ويتس في هايت، فلو هو كيوب التلاتة قد بعض يبقى لينس في لينس في لينس، يبقى لينس باور 3. ركز معايا، اتفقنا. السفير اوعى تنسى فوليوم السفير مهم جدا، فوليوم السفير مهم جدا محدش بيستنتجه، 4 على 3 باي ار كيوب. فوليوم السفير 4 على 3 باي ار كيوب. دي من اهم الاشكال اللي انا عايزك تحفظ الاريا والفوليوم بتاعهم. اهم القوانين بتاعه التريج اللي انا بشوفها مهمه جدا، اولا القانون ده قانون التان سكوير. قانون التان سكوير بعد اذنك خليك دايما فاكره، دايما التان سكوير من حق اشيلها واحط ايه؟ سيك سكوير ماينس 1. التان دايما ليها علاقه بالسيك سكوير، اول لما اشوف تان سكوير شيلها واحط سيك سكوير ماينس 1. والقانون ده برده مهم جدا، 2 ساين اكس كوساين اكس، لما تلاقي ساين مضروبه في كوساين ده بيساوي مين؟ ساين دبل الانجل، ساين واضرب الانجل في الاثنين. طيب كوساين سكوير ماينس ساين سكوير، لكن فرق بينه وما بين مين؟ ساين سكوير بلس كوساين سكوير، الاثنين مش ب1. ساين سكوير بلس كوساين سكوير هي اللي ب1، لكن كوساين سكوير ماينس ساين سكوير ده بيساوي مين؟
كوساين دبل الانجل، كوساين واضرب الانجل في كام؟ اضرب الانجل في 2. ركز معايا، بما ان القانون ان ساين سكوير بلس كوساين سكوير بواحد، فده ممكن استنتج منه قانونين، ان على طول كوساين سكوير هودي الساين سكوير هناك يبقى واحد ناقص ساين سكوير، او العكس اودي الكوساين سكوير هي اللي هناك يبقى ساين سكوير بكام؟ بواحد ناقص كوساين. دي من اهم القوانين اللي عايزك تبقى حافظها في التريج. ركز معايا في الباينوميال ثيورم، انا عايز اركز على فكرتين مهمين قوي. اول فكره فيهم يا صديقي لما اقول لك انا عايز الترم فري اوف اكس، الترم فري اوف اكس او الترم كونتين اكس باور 2، كونتين اكس باور 3 مثلا، ايا يكن. دايما لما اطلب منك المطلوب ده حضرتك دايما هتروح تجيب الجنرال ترم التي ار بلس 1. التي ار بلس 1 يا صديقي هنفك جنرال ترم، يعني هنفك الاكسبانشن دي كجنرال ترم، هنقول ان سي ار يبقى 10 سي ار، هنعوض بكل حاجه في الجنرال ترم بس ما عدا قيمه الار، يبقى ان سي ار في الثاني جوه الاكسبانشن اللي هو نيجاتيف اكس باور 2 اول باور مين؟ اول باور ار. في الاولاني جوه الاكسبانشن اللي هو 1 على اكس، اعتبرها بقى ايه؟ اكس باور نيجاتيف 1 على طول، ما هي 1 على اكس هي اكس باور نيجاتيف 1 اول باور مين؟ 10 ماينس ار، الان ماينس الار. حلو؟ طيب 10 ماينس ار بيقول لك ايه بقى يا باشا؟ انا دايما بعد ما اظبطها كده دايما اقسمها ارقام لوحدها واكسات لوحدها. بعد ما تعمل الخطوه دي يبقى واحد تجيب جنرال ترم، دايما لما اطلب منك الفري اوف اكس تجيب ايه؟ جنرال ترم. تمام. وبعدين نخلي ارقام لوحدها وبعد كده اكسات لوحدها، يبقى 10 سي ار ده رقم، نيجاتيف 1 ما تخلي بالك من نيجاتيف، خلي بالك من نيجاتيف، ده رقم، ده نيجاتيف 1 اول باور ايه؟ اخده بالباور اللي عليه نيجاتيف 1 باور ار، مفيش ارقام تاني. نعمل ايه بقى؟ اكسات لوحدها، هنا عندك اكس باور 2 وعليها باور ار تبقى دي اكس باور 2 ار، الباور مالتبلاي. عندك اكس باور نيجاتيف 1 باور 10 ماينس ار، خلي بالك النيجاتيف 1 لازم تتضرب هنا وهنا عشان انت بتضربها دايما في ال 10 بس، اضربها في الاول وفي الثاني، يبقى نيجاتيف 1 في 10 بنيجاتيف 10، نيجاتيف 1 في نيجاتيف ار ببوزيتيف ار. حلو. ركز بقى معايا، هبسط هتبقى اكس باور كام؟ 2 ار ماينس 10 بلس ار يبقى 3 ار ماينس 10. خلي بالك هنا مش هيطلع فيه ترم فري في اكس. هو الفكره انك دايما تبسط توصل بس للشكل ده. في الاكسبانشن دي ما عنديش ترم فري اوف اكس، طب انا عرفت منين؟ هو انا دلوقتي بعد ما اجيب الاكس عليها باور وحيد اروح اساوي الباور باللي هو عايزه. انا عايز اكس باور 3، روح ساوي الباور ب 3، عايز اكس باور 0 فري اوف اكس يعني اكس باور 0، فري اوف اكس يعني اكس باور 0، فتروح تجيب 3 ار ماينس 10 تساويها بكام؟ بزيرو. هنا مش هيطلع ار برقم لان الار هنا هتطلع ب 10 اوفر 3 ولازم الار تبقى انتجر، يبقى مفيش ترم كونتين اكس باور ار. لكن افرض ان احنا مثلا جبنا الباور اللي على الاكس طلع كام؟ طلع الباور اللي على الاكس عليها باور 10 ماينس 2 ار، وانا عايز الفري اوف اكس يبقى هتساوي الباور اللي على الاكس بكام؟ بزيرو. يبقى دايما لما اطلب الترم فري اوف اكس تجيب انت الجنرال ترم وتبسط الاكسات وتساوي الباور اللي على الاكس بكام؟ تساوي الباور اللي على الاكس بالباور اللي هو عايزه، فري اوف اكس يعني اكس باور 0. ماشي؟ طب انا لو عايز هنا اكس باور 3 يبقى اساوي 3 ار ماينس 10 بكام؟ ب 3. تودي دي هناك تبقى 3 ار بكام؟ 10 بلس 3 يعني 13، برضو مش هيطلع فيه ترم فيه اكس باور 3. ايا يكن بقى، ثانيه هجيب لك سؤال تاني في ايه؟ اكس باور كذا. طيب ركز معايا، هنا مثلا انا عايز اجيب الترم الفري اوف اكس في الاكسبانشن دي. اول لما اقول لك انا عايز الترم الفري اوف اكس ركز معايا، هروح اجيب الترم اللي عليه اكس بار كام؟ 0، يبقى لازم اجيب جنرال ترم تي ار بلس 1 على طول بتساوي مين؟ 10 سي ار. في الثاني اللي هو هنا 2 اكس اول باور كام؟ اول باور ار. في الاولاني اللي هو 1 على اكس يعني اكس بار كام؟ اكس بار نيجاتيف 1 اول باور كام؟ 10 ماينس ار، 10 ماينس ار. ونبسط يا باشا، هنا الباور اللي على الاكس 1 باور ار تبقى اكس باور ار 1 في ار. طب هنا الباور اللي على اكس نيجاتيف 1 باور 10 ماينس ار هوزعها تتضرب في ال 10 وتتضرب في النيجاتيف ار، يبقى نيجاتيف 1 في 10 بنيجاتيف 10، نيجاتيف 1 في نيجاتيف ار ببوزيتيف ار. ركز معايا، الباور اللي على الاكس توتال في الاخر بقى بيساوي كام؟ عندك ار بلس ار يعني 2 ار ماينس 10، 2 ار ماينس 10. انا بقى عايز الاكس تكون عليها ايه؟ باور 0، يبقى فري اوف اكس اكس باور 0، هتساوي الباور اللي على الاكس بكام؟ بزيرو. تاخد ده وتساوي بزيرو يبقى 2 ار ماينس 10 بكام؟ بزيرو. فمن هنا تطلع الار ب 5. يبقى هو الترم الكام؟ الترم السادس. خلي بالك من الفكره دي عشان مهمه جدا جدا جدا.
تاني فكره برضو عندنا مهمه في الباينوميال ثيرم هي الفكره دي، التو ميدل تيرمز. اول لما اقول لك تو ميدل تيرمز ار ايكوال، فانت عندك حل من الاثنين. لما بقول لك التو ميدل تيرمز ار ايكوال احنا ممكن نبصمجها لو الاكسبانشن بتاعتك a بلس b all باور n، وقلت لك التو ميدل تيرمز ار ايكوال، بس انا قلت شرط لازم التو ميدل تيرمز هما اللي يساووا بعض، يبقى على طول الاول بيساوي الثاني، الاي بيساوي البي. يعني احنا في اكسبانشن زي دي x و3 على x، لو التو ميدل تيرمز ار ايكوال يبقى الاكس بتساوي مين؟ 3 على x، فمن هنا تعرف تجيب قيمه الاكس تودي دي هناك، يبقى اكس سكوير بتساوي 3، يبقى الاكس بتساوي بوزيتيف نيجاتيف روت 3 على طول. دي يحلها لك بصمجه. بس افرض انا بقى عايز التو ميدل تيرمز نفسهم. الميدل تيرم يا صديقي لو الباور اود تعالى افكرك، لو الباور اود كان بيساوي الباور بلس 1 على 2 والباور بلس 3 على 2، يجيب لك الترتيب بتاعهم. يعني هنا الباور اود 7، فانا هعمل الباور بلس 1 7 بلس 1 على 2، يعني الترم الرابع التي 4، والترم اللي بعده بقى خد الترم اللي بعده يبقى التي 4 والتي 5. دايما لو قلت لك ان هم ايكوال، دايما لو لقيت يا صديقي ترمين كونسيكيوتيف ابوس ايدك. كونسيكيوتيف يعني ايه؟ كونسيكيوتيف يعني ورا بعض، ابوس ايدك تستخدم الريشيو. لو لقيت ان التي 4 قد التي 5 على طول تستخدم الريشيو، حط الكبير فوق. التي 5 على التي 4 كده بكام؟ ب1، الريشيو ما بينهم بواحد، واستخدم قانون الريشيو. الريشيو بيقول لك ايه؟ تعالى افكرك، قانون الريشيو بيقول لك خد الباور اللي على البراكت بلس 1، يبقى 7 بلس 1 ماينس ترتيب الرقم اللي تحت، اللي هو 4 على ترتيب الرقم اللي تحت في مين؟ في الثاني على الاول جوه الاكسبانشن، في الثاني على الاول، يبقى في 3 على اكس اوفر الاول اللي هو اكس. كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي 1. طيب 7 بلس 1 ب 8 ماينس 4، الكلام ده كله هيبقى ب 1. حلو، لما تحسب الرقم ده كده كله على الكالكوليتر هيبقى ب 1. يبقى 3 على اكس تحت اللي فوق بينزل تحت، يبقى 3 على اكس سكوير بيساوي كام؟ بيساوي 1. فمن هنا هنجيب نفس الفاليو، هنودي الاكس سكوير هناك، الاكس سكوير ايكوال 3، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3. يبقى خلي بالك دايما لما تلاقيهم كونسيكيوتيف استخدم الريشيو، ماشي يا صديقي. من الافكار المهمه برضو عندك هي في الالجبرا اولا الكومبلكس نمبر. تعال نشوف الافكار المهمه في الكومبلكس. تعال الاول للاوبريشن. من اهم الحاجات اللي هتجيلك على الكومبلكس هي الاوبريشن. عايز افكرك حاجه، انك لو بتعمل اوبريشن زي البلس والماينس لازم تخليه في الالجبريك فورم. بتعمل مالتيبلاي ديفايدد باور او روت لازم تخليها فين؟ في التريك فورم، يعني لازم يبقى معاك ار وسيتا. مش محتاج افكرك انك لو ضربت زد 1 في زد 2 اللي بيحصل على الار بيحصل على الزد. يعني انا طالما ضربت زد 1 في زد 2 يبقى هضرب ار 1 في ار 2، وهجمع سيتا 1 بلس سيتا 2، بعملها معامله الباور. ولو قسمت زد 1 على زد 2 يبقى على طول هقسم ار 1 على ار 2 وهعمل سيتا 1 ماينس سيتا 2. ما تنساش الكلام ده. ولو عملت باور خلي بالك، لو عملت باور فالسيتا هروح ضاربها في الان. لو عملت زد 1 باور ان فالسيتا هضربها في الان، والار هعملها باور ان. فاللي بيحصل على الزد بيحصل على مين؟ على الار. ولو خدت روت خلي بالك بقى، لو خدت سكوير روت فالار هاخد لها سكوير روت، بس خلي بالك ده هيطلع لي 2. طالما خدت سكوير روت يبقى هيطلع لي احتمالين، الار هاخد لها سكوير روت، السيتا مره هقسمها على الروت، يعني مره اقسمها على 2، ومره السيتا اجمع عليها 360 واقسمها على الروت. ولو كملت كنت هجمع 2 في 360 واقسمها على الروت، وهكذا. ده في السكوير روت، خلي بالك من الكلام ده. طيب في حاجه مهمه جدا، ابوس ايدك تركز في الاوبريشنز. ركز في الاوبريشنز كويس قوي. يعني مثلا لو قلت لك انا عندي كومبلكس نمبر الار بتاعته زد 1 مثلا، الار بتاعته ب 3 والسيتا بتاعته ب 60، وكومبلكس نمبر زد 2 الار بتاعته ب5 والسيتا بتاعته ب30، وكومبلكس نمبر زد 3 الار بتاعته ب2 والسيتا بتاعته ب90، وقلت لك انا عايز اعمل الاوبريشن دي، عايز اعمل زد 1 باور 2 في زد 2 باور 3 على زد 3 باور 4. يلا يا باشا نشوف الكلام ده يعمل لي ايه. اتعامل الاول مع كل واحده فيهم لوحدها، اتعامل مع زد 1 لوحدها، واتعامل مع زد 2 لوحدها، واتعامل مع زد 3 لوحدها. يعني اعمل الباورات على كل واحده فيهم منهم لوحدها. زد 1 باور 2
يعني انا لما بعمل باور بعمل الار باور وبضرب الثيتا في الباور. يلا على طول زد 1 باور 2 ادي زد 1. لما اعملها باور 2 هعمل الار بتاعتها باور 2 يبقى 3 باور 2. وهعمل ايه في الثيتا؟ هضرب الثيتا بتاعتها في 2 يبقى 60 في 2. ده كده مين؟ ده كده الجزء ده زد 1 باور 2. طب زد 2 باور 3. يلا زد 2 باور 3 هعمل ايه؟ الار باور 3. فين زد 2 اهي؟ الار باور 3 فهعمل 5 باور 3 والثيتا هروح ضاربها في 3 يبقى 30 في 3 اوفر زد 3 باور 4. زد 3 باور 4 يبقى برضه هعمل الار باور 4 والثيتا هضربها في 4 يبقى 2 باور 4 والثيتا هروح ضاربها في 4 90 هضربها في 4. خلي بالك بقى من حاجه. يلا تعالى نحسب كل واحده لوحدها. عندك 3 باور 2 دي ب 9، 60 في 2 ب 120 ده كده اللي فوق مضروب في مين؟ مضروب 5 باور 3 ده 125. 3 في 30 ب 90 ديجري وتحت مقسوم على مين؟ تحت 2 باور 4 ب 16 و 94 بكام؟ ب 360. حلو حلو. نعمل ايه بقى؟ استخدم معايا الاوبريشن. انا لسه فوق في علامه ملتبلاي. لو ملتبلاي فهضرب ار في ار وهجمع سيتا مع سيتا على طول. اضرب ار في ار يبقى 9 في 125 يديك الار الجديده. واجمع سيتا مع سيتا يبقى 120 بلس 90. وتحت كل ده مقسوم على مين؟ 16 و360 كانجل. يلا في الديفايدد بعمل ايه؟ اقسم ار على ار يبقى 9 في 125 على الار اللي تحت اللي هي 16. طب والسيتا؟ اعمل سيتا ماينس سيتا يبقى 120 بلس 90 نعملها ماينس 360 وبكده انت وصلت للار الاخيره والسيتا الاخيره. ابوس ايدك تركز في حاجه زي دي. الاوبريشنز مهمه جدا 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 جدا. تعال افكرك بحاجه تانية. لو انا عندي رقم مثلا زد الار بتاعته ب4 والسيتا بتاعته ب90. يلا عايز اعمل ايه في الزد؟ عايز اخد له سكوير روت. فالسكوير روت دايما بيطلع احتمالين. سكوير روت الزد هعمل سكوير روت للار سكوير روت للار. طب والسيتا؟ مره امسك السيتا اقسمها على الروت. الروت هنا الرقم كام؟ 2. ومره امسك السيتا اجمع عليها 360 وبعد كده اقسمها على الروت ويبقى معايا الار والسيتا ومعايا الار والسيتا. تعالى افكرك احنا كنا بنحول ازاي على الكالكوليتر. ركز معايا. ركز كده معايا يا صديقي. عندك مثلا الزد 1 دي او الزد اللي فوق دي هي 2 وايه ونيجاتيف اي. انا عايز احولها لار وسيتا. هي كده الجبريك. عايز احولها لار وسيتا. اروح محول المود او ادوس ايه؟ احول المود اخلي الكالكوليتر كومبلكس مود 2 واكتب الكومبلكس نمبر زي ما هو 2 ماينس اي واعمل ايه؟ ادوس شيفت 2 واختار رقم 3 هيجيب لي الار والسيتا على طول اهو. ادوس ايكوال يبقى الار بروت 5 والسيتا بنيجاتيف 26 على طول. الار بتاعتك بروت 5 والثيتا بنيجاتيف 26 مش عارف بوينت كام كام كام. يبقى كده انا حولت من اكس وواي لار وثيتا. طب لو انا معايا ار ومعايا ثيتا وعايز احول لاكس وواي تعالى نفتكر. يلا هنعمل ايه؟ نفس مود الكومبلكس. هتكتب الار اللي هي ب 3 وتعمل شيفت. شايف الزرار اللي فوق ار سي ال ده اللي هو عامل علامه الانجل هنا كده عند الايه هنا كده هنا اهي. اعمل لي علامه الثيتا 3 واكتب بعدها الثيتا. يعني اكتب الار الاول وبعد كده الثيتا. الثيتا بكام؟ ب 60 ديجري. هو وادوس ايكوال هو هيحولها لي الاكس وواي. يعني الكلام ده كاكس وواي. الاكس ب 3 اوفر 2 والواي ب 3 روت 3 على 2. يبقى الزد ممكن اكتبه 3 اوفر 2 بلس 3 روت 3 على 2 اي. ما انا كان معايا ار وثيتا حولت الاكس وواي. خلي بالك في البراكت لما يبقى عندك كومبلكس نمبر الشكل ده هو الشكل التريجونومتريك لازم يحقق 3 شروط. خليك فاكرهم. ال3 شروط لازم كل حاجه بره تبقى بوزيتيف. الثيتا عادي تبقى نيجاتيف لكن انا بكلمك كل حاجه بره تبقى بوزيتيف. تاني حاجه الثيتا لازم تكون من نيجاتيف 180 لبوزيتيف 180 ما تنساش. تالت حاجه لازم الكوساين هي اللي موجوده الاول ومفيش جنبها اي والساين هي اللي موجوده التاني وفي جنبها اي. كده دول اسمهم التريج فورم بتاع الكومبلكس نمبر الستاندرد. لازم يبقى ستاندرد عشان تقدر تاخد منه اي حاجه. لو مش ستاندرد ما تاخدش منه حاجه. فهتشيك على الشروط هنا. هنا كل الحاجات اللي بره اشارتها بوزيتيف. الساين اشارتها بوزيتيف والكوساين بوزيتيف والرقم اللي بره بوزيتيف يبقى كله بوزيتيف. الثيتا من نيجاتيف 180 ل 180
افكرك لو الثيتا مش ما بينهم يا اما كنت بتعمل يا بلس يا ماينس 360 لو هي مش ستاندرد. طيب اللي جوه تمام، الكوساين موجوده الاول ومفيش جنبها اي، الساين موجوده التاني وفي جنبها اي، يبقى كده ستاندرد. فحضرتك ممكن تاخد الرقم اللي بره تقول عليه الار عادي يبقى الار ب 2، وممكن تاخد الرقم اللي جوه تقول عليه الثيتا يبقى الثيتا ب 60. لكن تعالى لشكل زي ده، الشكل ده فيه مشكله ليه؟ لان الساين اشارتها نيجاتيف، يبقى طالما واحد منهم ما تحققش، طالما واحد من الثلاث شروط ما تحققش يبقى الموضوع باظ. طب اعمل ايه في حاجه زي دي؟ روح اكتبها له كلها على الكالكوليتور. يعني مثلا لو بره في روت 2، الار بروت 2 مثلا، اكتبها له كده كلها على الكالكوليتور وهو يحولها لك ستاندرد. ازاي؟ ركز معايا. هكتبها له كده على الكالكوليتور، اكتب له روت 2 زي ما هي كده وافتح براكت واكتب جواه كوساين 30 ماينس اي ساين 30. حلو. ويقوم هو ايه محولها لي ستاندرد. هيحولها لي الجبريك طبعا، فادوس شيفت 2 3 يجيب لي الار والثيتا، يبقى الار الحقيقيه بروت 2 والثيتا بنيجاتيف روت 2. طيب تعالى برضه افكرك بفكره مهمه جدا في الكومبلكس وهي الارجان دايجرام. في الكومبلكس لما بديك او اطلب الارجان دايجرام يا صديقي، لو انا جايب لك كومبلكس نمبر زي ده زد 1 وزد 2، زد 1 يا صديقي لو عايز تجيب الار والثيتا بتاعتها في الارجان، الار هو طول الرقم نفسه، طول الخط نفسه اللي متوصل من الاوريجين لحد النقطه، توصل من الاوريجين، هو ده الار. طب والثيتا؟ الثيتا يا صديقي متقاسه، الثيتا دايما متقاسه مع البوزيتيف اكس اكسس، ولازم تلف انتي كلوك وايز. لازم تلف ازاي؟ انتي كلوك وايز، عكس عقارب الساعه لحد ما تخبط في الخط بتاع الرقم. بمعنى انا مثلا هنا لو عايز اجيب الثيتا بتاعت زد 1، الثيتا بتاعت زد 1 هبدا من البوزيتيف اكس اكسس والف كلوك وايز لحد ما اخبط في الزد 1. انا مش عارفها، خلاص يا عم افرضها ثيتا. فتعالى نقول ان كده الثيتا بتاعت زد 1 او ثيتا 1 بتساوي ثيتا. طيب تعالى نكمل. انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الثيتا بتاعت زد 2، فهبدا منين برضو؟ هبدا من البوزيتيف اكس اكسس والف انتي كلوك وايز لحد ما اخبط في الخط. انا كده جبت الثيتا دي كلها كده بتاعت زد 2 اللي هي عباره عن كام؟ ثيتا 2 كده يا صديقي عباره عن ثيتا بلس 30، يعني 30 بلس ثيتا. ركز في الكلام ده. حلو. هو بيقول لي ايه بقى؟ انا عايز اقسم زد 2 على زد 1. انت فاكر في الاوبريشن يعني هقسم ار1 او سوري ار2 على ار1، واعمل ايه في السيتات؟ اعمل سيتا اللي فوق اللي هي سيتا 2 ماينس سيتا اللي تحت يعني ماينس سيتا 1. طيب الارات هو مديها لي، افتكر ابسوليوت الزد دي هي الار، ابوس ايدك ابسوليوت الزد دي هي الار. ار2 بكام؟ ار2 ب 10 على ار1 بكام؟ على ار1 ب 5، يعني الار الجديده هتطلع ب 2. طب السيتا ركز كده معايا، انا سيتا 2 عارف ان هي 30 بلس سيتا، وسيتا 1 انا عارف ان هي سيتا، فلما اعملهم ماينس بعض يديني كام؟ يديني 30 يا زميلي. ركز بقى معايا. يبقى تركز، انا مش لازم اديك السيتا، هيكنسلوا بعض عادي في الاخر. لو انا ما اديتكش السيتا بتاعت رقم معين اعرف انها تتكنسل، افرضها بسيتا واعرف انها تتكنسل. جميل. طيب لو انا قلت لك ريبريزنت لي الرقم ده على الارجان دايجرام، رقم زي ده هو 3 في الاكس و2 في الواي، كانك بتمشي نقطه مسافه 3 في الاكس وتطلع 2 في الواي، يبقى هو ده الرقم. وما تنساش تقوم موصله بمين يا باشا؟ تقوم موصله بالاوريجين. هو ده كده الرقم زد 1. طب لو عايز اريبريزنت الرقم ده، هو عباره عن 3 في الاكس ونيجاتيف 1 في الواي، 3 في الاكس وانزل تحت في الواي نيجاتيف 1، يبقى هو ده الزد 2 واوصل بالاوريجين ما تنساش. جميل. الارجن ده مهم جدا يا شباب، مهم جدا جدا جدا، خلي بالك منه. طيب دي بالنسبه لافكار الكومبلكس. طيب مسائل الاوميجا، هو انا ممكن احول او احل الاوميجا على الكالكوليتور؟ للاسف مش عارف ليه بقول للاسف. يعني الاوميجا بص يا صديقي، الاول بس هنسيفها في ميموري على الكالكوليتور على انها هي الحرف ايه. طب ازاي اسيفها في ميموري؟ ركز كده معايا هنا يا باشا. تعالى الاول هنخلي الكالكوليتور كومبلكس واقول ان الاوميجا هو الرقم ده، هكتب الرقم ده نفسه اللي هو كام؟ نيجاتيف هاف بلس روت 3 على 2 اي، روت 3 على 2 اي، هي دي الاوميجا. وتدوس ايه؟ تدوس شيفت، هتلاقي هنا ار ال سي، تدوس على ار ال سي اللي فوقيها اس تي او، ار ال سي. هو بيقول لك احطها في انهي ميموري؟ قول له حطها في الميموري ايه؟ عند الحرف ايه كده هنا، عند الحرف ايه هنا، وقول
هي كده اتسيفت في الميموري ايه. كده انت سيفت الاوميجا في الميموري ايه. يبقى انت دايما لو دوست الفا ايه ودوست ايكوال هيديك الاوميجا. طيب انا بقى عايز احسب الاوميجا على الكالكوليتر، عايز احسب الرقم ده بيساوي كام. خلاص نقوم جايين على الكالكوليتر كده وقايلين له الفا انا عايز اوميجا سكوير. طب ما انا عارف ان الايه لوحدها هي الاوميجا، يبقى انا لو عايز اوميجا سكوير اكتب ايه سكوير بكل بساطه يعني. تعال نكتب اوميجا سكوير، يبقى نكتب ايه سكوير، ايه سكوير بلس 1 واقفل البراكت مضروب في مين؟ في اوميجا بلس 1. الاوميجا اصلا ب A، هكتب ال A مش X، ال A بلس 1. الكلام ده كله الفاليو بتاعه 1، يعني احنا لو حسبناه بره كده كمسألة الفاليو بتاعه 1 وادوس ايكوال هيقوم مديني 1 فعلا. جميل؟ طيب تعال نقول مثلا اوميجا سكوير بلس 1 على اوميجا، الكلام ده هيساوي مين؟ لو احنا عملناه يديك 2 اوميجا سكوير. حلو؟ الكلام ده كله بيساوي 2 اوميجا سكوير. طيب تعالى نعرف احنا ازاي نعرف ان ده بيساوي 2 اوميجا سكوير. هنكتب الكلام ده اوميجا سكوير اللي هي ايه سكوير، انا عارف ان الايه هي اوميجا، ايه سكوير بلس 1 على اوميجا يعني 1 على ايه، وقول له يا باشا ايكوال، هيقوم مديني نيجاتيف 1 ماينس روت 3 اي. بص يا باشا، هي الاوميجا نيجاتيف هاف بلس روت 3 على 2 اي، يبقى الاوميجا سكوير على طول نيجاتيف هاف ماينس روت 3 على 2 اي. حلو، انت كده كده هيبقى عندك اجابات، يعني جرب كده الاجابات هتلاقي مثلا عندك الاجابه 2 اوميجا، فاكتب 2 ايه لازم يديك نفس الرقم ده. يعني مثلا انت عايز تعرف هنا عندك الاي بيقول لك اوميجا، والبي 2 اوميجا، والسي 2 اوميجا سكوير، والدي 1. جرب واللي هيطلع لك نفس الرقم اللي طلع لك ده اللي هو نيجاتيف 1 ماينس روت 3 اي يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. ده الحل. او يا باشا تبقى عارف ان هي دي الاوميجا سكوير اللي فيها النيجاتيف، والاوميجا هي اللي فيها البوزيتيف. فانا لو ضربت ال2 في الاوميجا سكوير يعني هضرب 2 في الكلام ده كله، اضرب 2 في الكلام ده كله هيبقى النيجاتيف هاف في 2 يتبقى نيجاتيف 1، 2 في نيجاتيف روت 3 على 2 يتبقى نيجاتيف روت 3 اي اللي هو طلع لي يعني الكلام ده ب 2 اوميجا سكوير. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ركز معايا، من اهم الافكار في السوليد اولا افكار الديستانس وافكار الانجلز. تعال نركز مع الديستانس، انا مرتبهم لك من الاهميه من الاهم للاقل اهميه. اولا الديستانس مع الاكسيس، دايما لما اطلب ديستانس مع اكس او واي او زد قول لي بايثاغورس للي ما تقلش، للي ما تقلش. ديستانس مع اكس اكسس يبقى بايثاغورس للواي والزد، ديستانس مع زد اكسس يبقى بايثاغورس للاكس والواي. دي من اهم المسافات. طب ديستانس مع اكس واي بلين يبقى ابسوليوت اللي ما تقلش، فاضل مين ما تقلش؟ اللي ما تقلش هنا زد يبقى ابسوليوت الزد. ديستانس مع اكس زد يبقى ابسوليوت اللي ما تقلش اللي هو مين؟ اللي هو الواي. طيب وهركز لك هنا في ورقه المفاهيم عشان ورقه المفاهيم مهمه جدا 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 في السوليد. تاني ديستانس مهمه جدا هي ليها اولويه برضو، المسافه ما بين نقطتين. المسافه ما بين نقطتين كنت بعمل اكس الاولى ماينس اكس الثانيه سكوير، واي الاولى ماينس واي الثانيه سكوير، زد الاولى ماينس زد الثانيه سكوير. دي من اهم المسافات المهمه تركز لي عليها. المسافات مهمه جدا مع اكس واي وزد، مع اكس واي وزد، مع اكس واي بلين والبلينز، مع ما بين 2 بوينتس. بعد كده تخش على الاهم منهم هي مين؟ ما بين بوينت وبلين. لو انا جايب لك بوينت زي دي مثلا 3 و2 و1 وقلت لك عايز المسافه بينها وبين البلين 3x minus 2y plus z equal 0، عايز المسافه بينها، اول حاجه هتروح ايه؟ قايل لي ده قانون الابسوليوت على الروت، روح عوض بالنقطه في ايكويشن بلين، عوض بالنقطه مكان الاكس ومكان الواي ومكان الزد، يبقى 3 في 3 minus 2 في 2 بلس زد او 1 في 1. هو دي بالصدفه يعني انا كاتبها بالصدفه. حلو، على مين بقى يا باشا؟ على روت الكوفيشنتس، على روت الكوفيشنتس. هي مسافه سهله بس ارجوك افتكرها، نقطه وبلين يبقى ابسوليوت على الروت، نقطه وبلين يبقى ابسوليوت على الروت. طبعا القانون ده موجود في المفاهيم بس انا عايزك تعرف تستخدمه ازاي. تعوض اولا بالنقطه في البلين وتقسم على روت الكوفيشنتس، كوفيشنت الاكس وكوفيشنت الواي وكوفيشنت الزد في المعادله، يعني 3 سكوير بلس نيجاتيف 2 اول سكوير بلس 1 سكوير اللي هو النورمال فيكتور، يعني النورم بتاع النورمال فيكتور. حلو، واخر مسافه عندي انا بكرهها كده كده اللي هي البوينت ولاين.
يبقى المسافات عندك هترتبهم بالاولويات دي. طيب الانجلز يا صديقي، الانجلز حاجه من الاثنين. الانجلز حاجه من الاثنين، يا اما انجل مع اكسيز، يعني اقول لك الانجل مع الاكس اكسس مع الواي اكسس مع الزد اكسس، يبقى على طول تروح تجيب اليونت فيكتور. اول لما اقول لك انا عايز انجل مع اكس وواي او زد، يبقى على طول تجيب اليونت فيكتور. ما تنساش اليونت فيكتور بجيبه ازاي؟ كان بيساوي الفيكتور نفسه واقسمه على النورم بتاعه. يعني انا لو عندي مثلا الفيكتور بتاعي اسمه ايه، هو عباره عن 5 و3 او سوري، هو عباره عن 4 و3 و0. عايز اجيب اليونت فيكتور منه، هروح اقسمه على النورم بتاعه. وافتكر دايما النورم هو بايثاغورس، يبقى 4 و3 و0 هقسمه على النورم اللي هو بايثاغورس 4 سكوير بلس 3 سكوير بلس 0 سكوير. والكلام ده هيطلع بكام؟ اللي تحت هيطلع 5، يبقى ده 4 على 5 و3 على 5 و0. افتكر بقى دايما انك لما تجيب اليونت فيكتور ده كوساين سيتا هو الرقم ده، كوساين سيتا اكس هو الرقم ده، كوساين سيتا واي هي الواي، كوساين سيتا زد هي الزد. بس ده في حاله ايه؟ ان انت عايز الانجل مع الاكسيز. لكن لو دايما عايز انجل ما بين حاجتين، ركز كده، ما بين لاين ولاين، يبقى تستخدم القانون ده وكده كده موجود في ورقه المفاهيم. ما بين بلين وبلين، يبقى تستخدم القانون ده وكده كده موجود في ورقه المفاهيم. يبقى ما بين فيكتور وفيكتور، تو فيكتورز، يبقى تستخدم القانون ده وكده كده موجود في ورقه المفاهيم. بس المشترك بينهم دايما ان اي انجل يا صديقي هي الدوت برودكت عن نورم. الدوت برودكت عن نورم، افتكر دايما عمرك ما تعرف تجيب انجل غير بالدوت برودكت. انجل ما بين لاينين يبقى لازم، بص، لازم كده كده دايما بتدور على فيكتورين، بتدور على تو فيكتورز. لو عايز تجيب اي حاجه انت بتدور على تو فيكتورز. والله لو بتجيب انجل ما بين لاينين فهتجيب دايركشن الاول ودايركشن الثاني، تضربهم دوت برودكت وتقسم على نورم ده في نورم ده. بتجيب انجل ما بين بلينين يبقى تجيب نورمال الاول ونورمال الثاني، تضربهم دوت برودكت وتقسم على نورم ده في نورم ده. هو نفس القانون. انجل ما بين فيكتورين يبقى تجيب ده دوت ده على نورم ده في نورم ده. لكن عايزك تفرق تاني، انجل ما بين حاجتين يبقى دوت برودكت عن نورم، لكن انجل مع اكسيز يبقى على طول عليك وعلى مين؟ وعلى اليونت فيكتور. تعال افرجك اهميه ورقه المفاهيم في السوليد، خطيره جدا. هجيب لك ورقه المفاهيم تبص عليها بس كده معايا. السوليد في ورقه المفاهيم بتبدا من هنا، هتلاقي العناوين مفصله، هتلاقي السؤال بيقول لك انا عايز ديستانس بتوين تو بوينتس. ترجع تروح لورقه المفاهيم تبص، هتفتح الورقه دي هتلاقي قانون الديستانس ما بين نقطتين اهو، وجايب لك القانون x ماينس x سكوير y ماينس y سكوير z ماينس z سكوير. عايز الميد بوينت، قانون الميد بوينت بيجمع ويقسم على الاثنين. طيب سيبك من الايكويشن اوف سفير دي ملغيه، تعال بص تحت. عايز نورمال فيكتور، نورمال فيكتور بايثاغورس اهو على طول. نورمال فيكتور هو بايثاغورس للفيكتور لو انا عايز النورم. ركز كده، لو بعملهم بلس ولو بعملهم ماينس. ركز كده، قانون الدوت برودكت تعال نفتكره على طول. قانون الفيكتور اهو، ان اليونت فيكتور وقانون كوساين سيتا المهم جدا، قانون كوساين سكوير كوساين سكوير كوساين سكوير ايكوال 1. ده امتى؟ ده لما يبقى معايا سيتا اكس وسيتا واي وسيتا زد، ان الكوساين كل واحده فيهم سكوير بكام؟ ب1. استخدم امتى القانون ده؟ لما يديني 2 انجلز ويعوز الثالثه، يديني 2 انجلز من الاثنين ويعوز الثالثه. ركز كده معايا، الدوت برودكت ليه قانون، نورم ده في نورم ده في كوساين سيتا. طيب لو ضربت فيكتور في نفسه يديك نورمال فيكتور سكوير. ركز، كوساين الانجل اهو، بص، انجل بتوين تو فيكتورز، بدايه الانجل، انجل بتوين تو فيكتورز هتلاقي لها ايه؟ عنوان لوحدها اهي، ده دوت ده على نورم ده في نورم ده. طب وانا ازاي بضرب دوت برودكت؟ بضرب اول في اول بلس تاني في تاني بلس تالت في تالت. ركز كده، هنا هتلاقي الفيكتور برودكت هو بقى نورم الاول في نورم التاني في ساين الثيتا. ركز معايا هنا اهو في الفيكتور برودكت او الكروس برودكت. طيب ركز كده معايا، هيبدأ بقى يا صديقي يوريك لو هما باراليل. لو هما باراليل الحتة دي مهمة. لو هما باراليل يبقى يا صديقي لو قسمت الأول على التاني لازم يديك كونستانت. عندك 3 طرق، يا تثبت إن الكروس بزيرو، يا تثبت إن هي بتساوي كونستانت في البي، يا تثبت إن هما لو قسمتهم على بعض بيساوي كونستانت. طب لو هما بيربنديكولار المفروض الدوت برودكت يطلع بزيرو، يبقى دي في حتة الدوت برودكت. بص هنا كده، ماشي ما علينا. تعالى اوريك بس على الستريت لاين. انت لو عايز تجيب ايكويشن ستريت لاين هو جايب لك الثلاثه فورمز اهو. اهم حاجه هي الحته دي، لو عايز انجل بتوين تو ستريت لاينز اهو جايب لك كوساين سيتا ايكوال الدوت برودكت بتاع الدايركشن على نورم الدايركشن. طيب لو عندي تو لاينز ار باراليل او بيربنديكولار، لو باراليل يبقى الريشيو ما بينهم ثابته، لكن لو بيربنديكولار
يبقى الدوت برودكت بزيرو، لو بيربنديكولار يبقى الدوت برودكت بزيرو. جايب لك الثلاث اشكال بتاع الايكويشن اوف بلين، اهمهم اهو. لو عايز الانجل بتوين تو بلينز، الانجل اهو الدوت برودكت بتاع ان 1 على ان 2 او ان 1 في ان 2 على نورم ان 1 في ان 2. لو هما باراليل، لو التو بلينز ار باراليل يبقى الريشيو ثابته ما بين النورمال والنورمال. لو هما بيربنديكولار يبقى الدوت برودكت ما بين النورمال والنورمال بزيرو. ركز بقى معايا، اللينس ده بتاع مين؟ ده لينس مين؟ انا عايز البربنديكولار درون فروم ا بوينت تو ا بلين. perpendicular درون فروم ا بوينت تو ا بلين يبقى ابسوليوت على روت اهو، قانون حاططه لك. طيب ماشي، ده كده اهميه الورقه بتاعت المفاهيم في السوليد، فيها قوانين كتير جدا لازم تلجأ لها. اهم الحاجات من اهم الحاجات ارجوك دي هتجيلك بكره في الامتحان. من اهم الحاجات ادي لك ايكويشن اللاين في الشكل الكارتيزيان، او اديها لك في الشكل البارامتريك، واطلب منك تطلع دايركشن فيكتور. انت كده كده دايما بتطلع الدايركشن فيكتور. ركز، لو انا جايبها لك بارامتريك يعني بتساوي حاجه فيها تي، يبقى على طول يا باشا لو عايز تجيب النقطه روح خد الحاجه اللي ما جنبهاش تي، لو عايز تجيب الدايركشن روح خد الحاجه اللي جنبها تي. من هنا في الاكس اللي ما جنبهاش تي 5 يبقى دي نقطه، ما جنبهاش تي في الواي 4 يبقى دي نقطه. هنا ما فيش حاجه ما جنبهاش تي في الزد، يبقى الزد بتاعت النقطه بزيرو. تركز في كده. طيب في الدايركشن هنا خد اي حاجه جنبها تي، طالما بارامتريك خد اي حاجه جنبها تي. الرقم اللي جنبه تي هنا نيجاتيف 3 في الاكس، الرقم اللي جنبه تي هنا مفيش تي يبقى الرقم، لو مفيش تي يبقى التي بزيرو. الرقم اللي جنبه تي هنا يبقى 2 في الزد. يبقى دايما في البارامتريك اروح اخد اللي ما جنبوش تي نقطه واللي جنبه تي دايركشن. لكن ركز معايا بقى في الكارتيزيان اللي بتيجي كتير قوي 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 قوي، والله دي ان شاء الله يعني يا رب تيجي بكره 2025 اهي 2025. لما اديك الكارتيزيان فورم حضرتك اولا لازم 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 الكوفيشنت بتاع اكس وواي وزد يبقى بوزيتيف 1. دي اول حاجه هتغلط فيها، لازم كوفيشنت اكس وواي وزد يبقى كام؟ بوزيتيف 1. لو مش بوزيتيف 1 اقسم عليه فوق وتحت زي هنا. هنا الكوفيشنت 2 يبقى اقسم فوق وتحت على 2. ال 2 اكس لما اقسمها على 2 يتبقى اكس، النيجاتيف 3 لما اقسمها على 2 يتبقى نيجاتيف 3 على 2، ال5 اللي تحت لما اقسمها على 2 يتبقى 5 على 2 ايكوال. برضو هنا لازم الكوفيشنت يساوي 1. النيجاتيف يبقى هنا هقسم فوق وتحت على نيجاتيف 1 عشان هنا الكوفيشنت نيجاتيف 1 مش بوزيتيف 1، فهقسم ال1 على نيجاتيف 1 يتبقى نيجاتيف 1. النيجاتيف واي لما اقسمها على نيجاتيف 1 يتبقى بوزيتيف واي، وال2 لما اقسمها على نيجاتيف 1 يتبقى نيجاتيف 2. انا كده شغال صح. خلي بالك من الابوستروف اللي بعد الابوستروف، بعد الابوستروف بارامتريك يا باشا او الدايركشن فيها بزيرو. بعد الابوستروف بارامتريك او الدايركشن فيها بزيرو. ركز معايا. طيب انا كنت بقول في الكارتيزيان ايه؟ كنت بقول اكس ماينس اكس النقطه على اكس الدايركشن. يعني لو حضرتك عايز تجيب الدايركشن روح خد اللي تحت على طول، لو عايز تجيب النقطه اعكس اشاره اللي فوق. يعني من هنا لو عايز اجيب الدايركشن اخد اللي تحت على طول، يبقى في الاكس هي 5 على 2 وفي الواي هي نيجاتيف 2. طب وفي الزد طالما في ابوستروف، ركز في الابوستروف، طالما في ابوستروف تبقى بارامتريك، عاملها معامله البارامتريك. طالما هنا حاجه ما فيهاش تي، حاجه ما فيهاش تي يبقى زيرو. طالما في ابوستروف يبقى الدايركشن بعدها بزيرو، طالما في ابوستروف يبقى الدايركشن بعدها بزيرو. طيب ومين تاني؟ لو عايز اجيب النقطه بقى، لو عايز اجيب النقطه بقول لك اعكس اشاره اللي فوق جبت النقطه. يعني انت لو هنا عايز تجيب النقطه اعكس اشاره اللي فوق هنا يبقى بوزيتيف 3 على 2. اعكس اشاره اللي فوق هنا اللي جنب الواي يبقى بدل ما هي نيجاتيف 1 تبقى بوزيتيف 1. والزد ايكوال 3 كده كده. دي كده بعملها بارامتريك، اللي ما جنبوش تي هي النقطه واللي جنبه تي هو الدايركشن. يبقى في النقطه هنا اللي ما جنبوش تي 3 يبقى النقطه الزد بتاعتها ب 3. طيب اخر حاجه خالص، ازاي اجيب النورمال بتاع البلين؟ لو انا مديك الايكويشن حاجه من الاثنين دول، يا هديك الشكل ده يا هديك الشكل ده. النورمال يا صديقي هو على طول الكوفيشنت في الشكل ده، اروح اخد الكوفيشنت يبقى 3 ونيجاتيف 2 و4. ده النورمال في حاله البلين بالشكل ده. لكن في الحاله دي انا دايما بقول ان دوت برودكت الار ايكوال ان دوت برودكت النقطه. دي ايكويشن البلين، ده دايما رقم اللي هو بعد الايكوال. طيب يبقى ان دوت برودكت الار، فلو لقيت الار دوت برودكت اي حاجه يبقى الحاجه دي هي الان. لو لقيت الار دوت برودكت اي حاجه يبقى الحاجه دي هي الان. يبقى الان هنا هي الحاجه اللي مضروبه دوت برودكت في الار. يبقى من هنا الان هتطلع 1 و2 و4. لكن لو ما يجيبها لك بالشكل ده تاخد الكوفيشنت بتاع الاكس والواي والزد.
لو بالشكل ده تاخد الحاجة اللي مضروبة في ار. اتمنى الفيديو ده يبقى مفيد وفي حاجات منه تيجي بكرة، واتمنى تكون ركزت فيه. مع السلامة يا صديقي.